أهلا بكم. النهاردة عندنا خطوة جديدة ومهمة جدا في الإكسل، وهي الدبليكيت والرموف. خطوة بسيطة لكن هتوفر عليك وقت ومجهود كبير، وخصوصا في تنظيف البيانات. خلونا نبدأ. تعال على عمود الأوردر اي دي كده، نميز جميع البيانات المتكررة في نفس العمود ده. ازاي بنعملها؟ احدد اول خانة كده، كنترول شيفت داون، واجي عند الهوم كده واختار كونديشنال فورمات، ومن هاي لايتس سيلز رولز هختار دبليكيت فاليوز. هنا بقى ممكن اختار اللون اللي انا عايزاه واقول له اوكي. تعالوا نشوف كده اللي حصل اهو. ابتدى فعلا حدد لي الحاجات المتكررة، الدبليكيت بتاعتي نفس الرقم، هو ده الرقم. طيب عشان الغي المتكرر ده اعمل ايه؟ بحدد الجدول كله كامل عشان نلغي الحاجات المتكررة بقى، وفعلا تبقى البيانات كده انا نضفتها كلها بشكل جميل ومفيش اي حاجة تعوقني في الشغل. كنترول شيفت رايت وكنترول شيفت داون. تمام. فبعمل ايه بقى؟ بنيجي عند الداتا من هنا كده، من داتا هقول ريموف. من داتا هنختار ريموف اهو، من داتا ريموف دبليكيت، وبعدين اقول له اوكي. بيقول لي انت في حاجات متكررة 3، قلت له تمام. فهو شلي كل المتكرر عندي اهو بنفس الشكل ده. فكده اصبحت البيانات مفيش فيها اي تكرار. طيب في ميزة حلوة، ما بتلغيش على الاوردر اي دي ده فقط، بتقارن الجدول كله. لو البيانات المتكررة في الاوردر اي دي ده بيظهر للبيانات كلها، لو في تكرار في البيانات كلها بنفس الحاجة هي بيتم حذفها. طب لو في حاجة من البيانات بعضها مش متكرر، بتسيبها زي ما هي، بتعتبر ان هي لم تكن. تمام. طيب وبكده نكون عرفنا ازاي نتعامل مع البيانات المكررة في الاكسل بطريقة سهلة. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان نكمل مع بعض دروس تحليل البيانات الجاية ان شاء الله.